يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنة اولى جواز. اليوم النهاردة بقى مليان حاجات كتير قوي عايزة اعملها. فتعالوا بقى اخدكم معايا في يوم النهاردة واقول لكم عملت ايه. اول حاجة، اول ما صحيت حضرت فطار، وكان لازم احضر فطار متين كده عشان عندنا بقى حملة تنظيف النهاردة لكل حاجة في البيت. فعملت كده سندوتش فلافل من اللي انا عاملاها، وحطيت جنبها جزر وفلفل، وعملت كوباية شاي. بعد كده بقى قعدت اكتب شوية حاجات كده في النوت بوك بتاعتي، وخلصت كام حاجة. وبعد كده شغلت الغسالة على الغسيل اللي كان عايز يتغسل، وطبعا معركة الغسيل اللي مبتخلصش ابدا. كان عندي بقى شوية مواعين كمان كنت غسلاهم من بالليل وعايزين يترصوا، فرصتهم. وبدأت بقى انضف الشقة كلها، كنست كل الارضيات كده علشان التراب، وظبطت بقى الدنيا كده بره وجوه. بعد كده دخلت بقى على اوضة الليفينج، مسحت الترابيزة بالملمع اللي انا عاملاه كده للترابيزات، وظبطت كل حاجة ورجعتها مكانها، وشلت بقى الكوشن والحاجات دي، نفضت الكنب ورجعت كل حاجة تاني مكانها زي ما كانت. وبس كده الأوضة بقت زي الفل الحمد لله. خلصت بقى الأوضة وطلعت بره على الصالة، ظبطت برضو الترابيزة وشلت الكوشن والمفروشات ورجعتها مكانها تاني، والحمد لله خلصت. دخلت بقى على الأوضة، غيرت ملايات السرير وعطرت الأوضة كده، والحمد لله وصلنا لفقرة تعطير البيت. واول ما بوصل للفقرة دي بصراحة بحس براحة نفسية رهيبة، ان خلاص الحمد لله خلصت كل البيت. كانت الغسالة بقى خلصت، فنشرت الغسيل كمان بالمرة، وانا بكره اي حاجة تخص الغسيل بجد. دلعنا البيت بقى، ندلع نفسنا، وعملت كده حمام زيت، وعملت ديرما رول على الفروة. بعد كده بقى حطيت على حمام الكريم اللي بستخدمه شوية من الزيت اللي انا حطيته على الفروة، وحطيته على شعري كله، وسبته بقى لمدة ساعتين. عملت بقى مقشر للشفايف، وعملت كمان ماسك لوشي، مية كركديه عليها نشا وجيلاتين وشوية من دم الغزال، وبرفعهم على النار. خلصت بقى الماسكات وقعدت اتفرج كده شوية على مسلسل نيلي وشريهان، وقلت اخد بريك كده لحد ما الماسك يقعد يعني وقت طويل على شعري. بعد كده بقى دخلت عشان اعمل الغدا. الخطة النهاردة كانت كبدة اسكندراني. سخنت الطاسة كويس، حطيت فيها شوية زيت وفص توم كده مفروم، وحطيت نص الفلفل اللي انا قطعته، ونزلت بالكبدة. قلبتها بقى كويس لحد لما تاخد لون كده، وهنزل بباقي الفلفل. والكبدة انا بسويها من 10 ل15 دقيقة، مش اكتر من كده، عشان تطلع معاكوا طرية زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. اول بقى ما بتستوي بعصر عليها كده نص ليمونة، وكده هي تمام وزي الفل. طريقتي بقى في المكرونة عشان سألتوني عليها كتير قوي، بسخن الحلة، بحط عليها شوية زيت او سمنة، فص توم مفروم وشوية كمون وشوية خل، الصلصة والملح، وبس كده هقلبهم بقى كويس. بعد كده هنزل بالمكرونة، وانا بسلق المكرونة لمدة 7 دقايق او 10 دقايق، مش اكتر من كده عشان ما تعجنش منكم. وبس كده بتاكلوا بقى احلى مكرونة بالصلصة. جربوا الطريقة دي وهتدعولي. دخلت بقى اخدت شاور علشان كنت خلاص فرهطت بقى، والجو كان حر